هاي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد. والفيديو اليوم عن راح اطبخ كيكة بالميكروويف على اوريو. وهذه هي المكونات: حليب وحليب مكثف ومعلقة وطاسة وكاس وشوكولاتة او اي شيء للتزيين واوريو قد ما تبغوا، ودريم ويب وجبن مربعات 2. تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفون ايش هي الوصفة. طبعا الوصفة هي مو جديدة ولا غريبة ولا شيء، يعني هي مشهورة يمكن، بس انا قررت اجرب اني اسويها لأول مرة. وتابعوا معي الفيديو، يلا. اول شيء راح نكسر الاوريو ونحطه في الطاسة. وهسه نحط معاه شوية حليب، يعني نص كوب تقريبا، ونخلط. حطوه في الميكروويف دقيقتين تقريبا. والحين حطوا حليب مكثف قد ما تبغوا، بس يفضل 3 ملاعق، بس أنا حطيت أكثر. إذا حسيتوها كثير يعني من سائل، يمديكم تكسروا أوريو ثاني. والحين سووا الخلطة اللي بسويها. أول شي حطوا الجبن المربعات، بعدين حطوا دريم ويب وشوية حليب واخلطوه. عادي تخلطوا بيدكم أو بالمعلقة كيفكم. والحين اسكبوا الخليط على الأوريو. وابدوا اخلطوها منيح. في ذي اللحظة حسيت اني سويت غلط، بس ما ادري ايش هو، فقالت لي ماما زيدي أوريو، فكسرت أوريو وزدت، لأن حسيته كثير سائل وإني سويت غلط في الطبخة، بس ما أعرف إيش هو. ماما قالت لي يمكن الغلط هو إنه أنا كثرت من الحليب. أوكي، حطيت الأوريو وبدأت أخلطه بيدي وبالملعقة. والحين راح احطه في الميكروويف 3 دقايق. وهذه هي من بعد الميكروويف، ولما لمستها حسيت بملمس الكيكة، فاطمأنت اوكي انه ما راح اعيد. اوكي
بعدها حطيتها في الثلاجة. هو المفروض إنه ساعة وربع بس لأنه في رمضان، فخليتها للأذان. الحين باكلها. فطلعتها من الثلاجة عشان أحطها في الميكروويف تصير ساخنة. حطيتها دقيقة بس عشان بس تسخن، يعني ما أحتاج أكثر. اوكي، وبعدين بدأت أزينها بالشوكولاتة اللي اخترتها. زينتها كمان من فوق برشة حليب بودر عشان يعني تصير الشكل حلو. طبعا هو ما له طعم بس عشان الشكل. والآن مع اللحظة الحاسمة، وقت التجربة. يامي كثير حلوة لذيذة. خليت ماما تجربها ويا بابا. بابا قيمني 8 وماما 8.5.